ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة عن لما يكون انتي او انت، الكلام للشباب او للبنات، لما تكون انت مرتبط بحد مثلا وانفصلتوا، ايه اللي بيخليه ان هو يرجع تاني؟ ايه اللي بيخليه ان هو يشتاق لك تاني؟ ايه اللي بيخليه ان هو انا عايز ارجع له تاني؟ من جواه حاسس ان هو عايز يرجع لك تاني بقوة. في حاجات كتير قوي، في عوامل كتير قوي بتخليه ان هو عايز يرجع لك تاني. لو انتوا جداد في القناة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واعملوا لي اللايك الجميل بتاعكم. نبتدي الحلقة. نبتدي. دلوقتي ايه اللي بيخليه عايز يرجع لك تاني؟ ان هو شايفك ان انت اتغيرت، ان انت كان بيقولك اعمل كذا وكذا وكذا وانت معاه ما كنتش بتسمع كلامه ولا بتحط كلامه في دماغك ولا اي حاجة. ولما انت سبته بقيت تعمل اللي هو كان بيقولك اعمله. ده سبب من الاسباب اللي هو بيخليه عايز يرجع لك تاني. طب هي ليه ما عملتش معايا كده؟ طب ايه؟ يفضل بقى يفكر. طب ايه؟ في ايه؟ هو في حد جديد بقى دخل حياتها ولا ايه؟ هو ايه بقى هي بتعمل كده ليه؟ طب انا اكلمها افهم منها الموضوع؟ لا ما اكلمهاش. لا اكلمها؟ لا ما اكلمهاش. فهو بيفضل في حيرة. انا عايزة ارجع لها، انا عايز، انا حاسس ان هي اتغيرت عشاني ولا عشان حد تاني. فبيفضل يفكر فيكي بطريقة جامدة قوي. وده ممكن يخليه ان هو يكلمك في اي وقت، ان هو يرجع لك تاني. تاني حاجة ممكن ان هو يشوفك احلويتي، احلويتي، بان عليكي الشياكة، الأناقة، البرفم بتاعك، ماشية ملكة كده. لو هو معاكي مثلا في الشغل أو حاجة، فأنا حاسس انت حلوتي بقى في عينه. أنا حاسس ان هي حلوت كده ومش عارف يعني هو في ايه. برضه هيفضل يفكر هو في ايه، والتفكير ده ممكن يخليه ان هو يكلمك تاني. في حاجة تاني، ان هو ممكن يكون عندك على مواقع التواصل الاجتماعي ويلاقيكي بتعلقي الناس معينة. عايز يفهم ايه الدنيا، ايه في ايه بينك وبين الشخص ده، في ايه؟ طيب في ايه؟ طب مالها؟ طب ايه بيتعلق له كتير ليه؟ طب هي بتعمله لايك ليه؟ طب هي مش عارفه. فممكن ده برضو يخليه يرجع يكلمك تاني عشان يفهم في ايه في الدنيا، وعايز يعرف هو انت مالك، بتعملي ايه، ولا انت ايه في حياتك. في حاجة تاني، ان هو ممكن يكون شاف بوست عندك عن الارتباط، عن الحب، عن الاعجاب، عن الكلام ده. ايه ده؟ هي ترتبط ولا ايه؟ ارتبطت ولا ايه؟ طب ايه؟ طب ايه؟ يجي بقى يلاقيكي بعد كده منزلة بوست عادي، عادي، مش منزلة بوست فيه حاجة خالص، ما بيدلش على حاجة. طب هي ايه؟ طب هي يعني ارتبطت؟ يعني البوست الاولاني ده بيدل على ايه؟ يعني هي ارتبطت ولا ما ارتبطتش؟ طب هي حبت ولا ما حبتش؟ طب هي بتكلم حد ولا ما بتكلمش؟ ده ممكن ايه يخليه يرجع يكلمك تاني. في حاجة تاني، ان هو بعد ما سبتوا بعض انتي تجاهلتيه خالص، تجاهلتيه خالص ولا كأنه موجود. يفضل برضو يفكر ايه؟ طب هي ارتبطت؟ هترتبط؟ طب هي ايه؟ طب هي مش بتكلمني ليه؟ ما رجعتش كلمتني ليه؟ ولا اتصلت بيا ولا قالت لي مالك ولا في ايه؟ طب عايزين نرجع لبعض. طب لاقيكي مش بتترجيه بقى. انا يعني بالله عليك والنبي ارجع لي وانا بحبك، انا سبتك غصب عني، انا ما بقدرش على بعادك. انا لاقيكي ان انتي ما بتتكلميش خالص، لاقيكي ان انتي في حتة تانية خالص. لا، يفضل بقى يفكر. طب ايه؟ طب ممكن ده بقى يخليه برضو يرجع ايه؟ ينكش معاكي، يكلمك، يحاول يكلمك كده، يشوف منك ايه الدنيا. في حاجة تاني، ان انتي مثلا في كنت متعودة تعملي معاه حاجات مثلا بطلتي تعمليها نهائي. حتى لما كنتوا بتبقوا زعلانين مع بعض، كنت مثلا ايه يجي العيد مثلا كنت تبعتيله. جه بقى انتوا انفصلتوا وجه العيد انت ما بعتلوش. فيفضل برضو يفكر. طب ما احنا كنا بنبقى متضايقين ومتخاصمين وسايبين بعض وكده، وكانت بتبعت لي. طب ايه اللي خلاها ما تبعتش؟ طب ايه؟
طب هي راحت فين؟ طب هي جت منين؟ طب ليه ما رجعتش تكلمني تاني؟ طب ليه؟ يعني ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل خلاها ما تكلمنيش تاني؟ طب هي العيد ده كان عندها مناسبة قوية قوي ان هي تبعت لي وتقول لي كل سنة وانت طيب، يمكن نجر كلام تاني ونرجع تاني. طب هي ايه اللي خلاها بقى تقف وما تبعتليش؟ فالتفكير ده ممكن برضو يخليه ايه، يكلمك تاني. في حاجة تاني، ان هو مثلا يكون تلاقيه مثلا على السوشيال ميديا، فيسبوك او حاجة، معجب بصفحة فيها حب، يعني هي عن حب وعن عن عشق واشتياق والكلام ده كله. طيب هي مشتركة في الصفحة دي ليه واحنا منفصلين؟ هي ليه مشتركة في الصفحة دي؟ طب هي يعني بتاخد منها بوستات وتحط يعني، ولا هي بتاخد منها بوستات وتبعت لحد بتحبه؟ طب هي ليه يعني؟ طب ما احنا منفصلين، هي ليه اشتركت في الصفحة دي دلوقتي؟ واحنا كنا مع بعض ما كانتش مشتركة في الصفحة دي، ما كانتش عاملة اشتراك فيها. طب ليه يفضل ايه يفكر، يفضل يفكر. لازم تشغلي له دماغه، لازم حتى لو انت سبتيه لازم تشغلي له دماغه، لازم ان هو يفضل يبص عندك يلاقي حاجة تشغلي له دماغه، بالذات لو انت عايزاه يرجع. لو انت عايزاه يرجع لازم تشغلي له دماغه، لازم تحطي بوستات، لازم تتشيكي لو هو بيشوفك دايما، لو انتوا جيران او في نفس الشغل تتشيكي، تبقي واحدة تانية خالص، تبقي أمورة، تبقي جميلة، تبقي زي القمر، يشوفك كده ملكة. لازم تشغلي له دماغه لو انت عايزاه يرجع. لو مش عايزاه يرجع بقى خلاص عادي، ولا كأنه فارق معاكي في اي حاجة، وعيشي حياتك طبيعية عادي. عايزة تحطي بوستات، مش عايزة تحطي بوستات، براحتك بقى. لكن لو انت عايزاه يرجع شغلي له دماغه. ما تقفيش كده تاخدي جنب كده لوحدك. انا انا عايزاه يرجع بس انا مش هعمل حاجه بقى، انا هفضل كده. لا معلش، برضو موضوع الارتباط ده لازم بيبقى فيها حتت كده لعب، مش كله انا هفضل قاعده كده جنب الحيطه، واللي عايز يجي واللي مش عايز يجي معلش، ما انت في برضو عوامل لازم تعمليها. لو انت شايفه ان واحد معجب بيكي وانت معجبه بيه، لازم برضو تتكلمي معاه، تبقي مبتسمه كده، تبقي رقيقه، تبقي حلوه. لازم تتشيكي، لازم تعملي مش كل حاجة انا هاخد جنب وهو بقى خلاص سابني وانا سبته وخلاص، ومن جوايا هموت وارجع له وافضل قاعدة بقى على جنب وخلاص عنه ما جه ومش عنه ما انت هتموتي عليه، يبقى عنه ما جه ليه؟ طب ما انت تعملي حركات كده من تحت لتحت مش مبينة. انكشي بس من تحت لتحت. واهم حاجة الحاجات اللي انا قلت عليها دي، لو عملتيها لو عملتي اي حاجة منها ممكن يرجع ينكش معاكي، ممكن يرجع يتكلم معاكي. ما توقفيش دماغك على حاجة معينة، انا هبعد وهو عايز يجي وعايز ما يجيش. انت ممكن تبعدي وهو يبعد والدنيا تفضل على كده، وانت تبقي من جواكي هتموتي. فانت شغلي دماغك، الدنيا هتمشي معاكي. بس كده، ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش الاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد.